البانكيك من الوصفات الطيبة والخفيفة، واليوم سويتها بطريقة جديدة تسهل علينا مهمة تشكيل أقراص البانكيك. وهسه خلي أحكيلكم عن مقادير وطريقة عمل البانكيك اللي سويته. بالبداية نحضر المواد الجافة، واللي هي عبارة عن كوب ونص طحين، أضيف لهم ملعقة كوب صودة وربع ملعقة شاي ملح، أخلطهم سوا أو أنخلهم سوا وأخليهم على صفحة. وهنا بكاسة ثانية أخفق بيضتين، إما بالملعقة أو بالخفاق اليدوي، يعني ما تحتاج خفاق كهربائي، وأضيف لهم كوب روبة أو لبن وملعقة سايحة من الدهن وملعقة كبيرة شكر، وأضيف له ملعقة سكر. وبعد ما أخفق المواد السائلة راح أسكبها فوق المواد الجافة، وأستمر بعملية الخفق لحد ما تتكون عندي عجينة شبيهة بعجينة الكيك وتكون لزجة. وهنا إذا عندكم طاوة تيفال فبها، الطاوة تيفال ما تحتاج حتى تمسحوها بالدهن. وإذا ما عندكم طاوة تيفال، عندكم على سبيل المثال طاوة فافون أو ستيل، تمسحون وجهها بالدهن وتستعملوها. واليوم أنا ما استخدمت الخاشوقة اللي أسكب بيها العجين بالطاوة، وإنما استخدمت هذا القمع. طريقته كلش عملية وسهلة وسريعة، ودا تشوفون طريقة استعمال القمع سكب العجينة يحافظ على الشكل الدائري للبانكيك. بينما إذا استعملنا الخاشوقة صحيح يكون عندنا شكل دائري بس ما مضبوط 100%، مثل استعمال القمع. هنا راح نحمي الطاوة بحيث تكون حارة، وبعدين نسكب كمية من هذا العجين، ننتظر تقريبا دقيقتين إلى 3 أو ربما حتى أقل، وبعدين نقلبها على الوجه الثاني هم تبقى دقيقة أو ربما حتى أقل، ونستمر إلى أن تخلص الكمية. وبعد ما كملت تشكيل قطع البانكيك حشيتها بالمربى. عندي مربى فراولة مسويتها قبل شهرين هيك بهالحدود، وتقدرون عادي تحشوه بالعسل أو بالنوتيلا، يعني مو شرط واحد يلتزم بحشوة معينة، أي حشوة حلوة طيبة توالم وياه، لأن هو أصلا البانكيك هو طيب وحده، تقدرون تاكلوا ويا الشاي ويا الحليب وحده. هذه كلش لي هنا وانتهت وصفتنا. انتظروني بوصفات جديدة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله مع ألف ألف سلامة. شوفوها بنات كلش طيبة. تفضل كلش طيبة. عاشت ايديا.